المحافظ، ما توصيفك لهذه الازمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا زي ما حضرتك قلت كده الازمه دي مش في محافظه المنيا وانما تقريبا على مستوى الجمهوريه. ليها سببين. السبب الاولاني اللي هو يشمل الجمهوريه ان في جزء كبير جدا احنا ما بنوصلناش تقريبا الا حوالي نص الاحتياجات اليوميه من السولر المحافظه على مدى فتره. وكان بيتعوض ده بان يتحط عندنا مخزون في المستودع يعوض الفرق بين اللي واصل فعلا وهو قليل وبين المستهلك. الجزء ده مهم، لكن الجزء كمان الاهم انه لما بتحصل ازمه زي ما حضرتك عارف الطبيعه البشريه تلجا الى موضوع التخزين والتهريب والسوق السوداء. ففي جزء برضه من المواد يعني ليه اللي نص الاحتياج ما بنصرفوش؟ لان الكميه المتوفره على مستوى الجمهوريه قليله، لكن خصوصا في المنيا. لانه معالي الرئيس مثلا فاكر انا لما ساعات نجيب جديد في شهر 9 وصلني المستشار الرئيس للوقود وقالوا ان الرئيس بعتنا مخصوص لسوهاج والمنيا لانه لاحظ ان المنيا وسوهاج كميه السولر والبنزين والوقود اللي بيوصلهم قليل. الجزء الثاني زي ما قلت لحضرتك اللي هو ان في جزء بيتسرب سواء بالتخزين او بالتهريب والسوق السوداء، وده اللي بنبذل جهد فيه. اللي في ايدينا احنا ان احنا نبذل جهد فيه ضبط عمليه التوزيع والعداله فيها، وده يعني بنبذل فيه مجهود وان شاء الله هنوصل فيه حاجات كويسه. كنتم يعني بضبط عدد من الموردين؟ طبعا يوميا حضرتك انتوا في الجزيره مباشر بتنشروا الكميات اللي احنا ضبطناها في المحافظه نتيجه للتعريب، واماكنها معروفه وبتنزل عليها حملات، لكن للاسف الشديد العقوبات ما هياش مغلظه. يعني بيتعرض الناس على النيابه ثم يفرج عنهم او عقوبات بسيطه فبالتالي بيرجعوا ثاني يوم وهكذا، والمعركه شغاله بين الامن وبين التموين وبين المهربين. لكن سمعت عند المواطن يشعر بحاله من الارتياح الشديد لعدم توفر جيركن الجاز. يعني هل من الطبيعي بعد ثوره عظيمه في ثوره 25 من يناير ان يصبح حلم المواطن المصري هو الحصول على جيركن جاز؟ طبعا لا. المواطن المصري هو الحصول على جيركن جاز؟ طبعا لا. المواطن المصري هو الحصول على جيركن جاز؟ طبعا لا. المواطن المصري هو الحصول على جيركن جاز؟ طبعا لا. المواطن المصري هو الحصول على جيركن جاز؟ طبعا لا. المواطن المصري هو الحصول على جيركن جاز؟